من كام شهر كده كنت شغال مع شركة أمريكية، طبعا كلكم عارفين إن أنا شغال فريلانسر وكده. وشركة من الشركات اللي كنت شغال معاها كان فيها موظف هندي، لأن كان التيم طبعا عبارة عن ناس من جنسيات مختلفة، في هنود، في آسيويين، في يعني ناس من جنسيات مختلفة كتير يعني. ف بصراحة حصل لي موقف مش لطيف أبدا أبدا مع الشخص الهندي دوت، وكان الموضوع يعني أنا مش حاسبه وعامله بحسن نية، ولكن طلع إن كل خطوة أنت بتاخدها أو كل كلمة أنت بتقولها بتطلع من بقك أو أي رد فعل ممكن يبقى ليه تأثير عليك غير طبيعي. والناس دي بجد بتركز جدا في حياتك، وبتركز انت بتعمل ايه. وممكن يعني انت تفتكر ان هم ما بيركزوش معاك او مش فارق لهم اي حاجه، ولكن بيطلع الموضوع يهمهم جدا يعني. المهم طبعا انا اول ما اشتغلت في الشركه وكده يعني ما كنتش عارف اي حد خالص، فيعني كان في ناس بتخش تقول لي هاي، ايه الاخبار، عامل ايه، تمام. يسالوني على حاجه في الشغل فجاوبهم، مثلا يقول لك ايه، عندنا ميتنج النهارده ولا تكنسل، فاقول لهم مثلا عندنا ميتنج مثلا، طب الساعه كام، طب الساعه كذا. او انا اخش اسالهم عندنا ميتنج ولا لا النهارده او كده يعني. فطبعا يعني كان واحد من التيم ده الشخص الهندي طبعا دخل عامل ايه الاخبار، تمام الحمد لله. طيب بدأ يقول لي طب هو الكونتراكت عندك على ابورك شغال ولا بوزد؟ فانا قلت له والله لا، الكونتراكت بوزد دلوقتي، ممكن يكون بس الفيزا بتاعت الكلاينت اللي احنا شغالين معاه فيها مشكله او حاجه، وهيرجع طبعا يحط فيزا بديله او اي بيمنت ميثود ثانيه ويشغل الكونتراكت تاني. فانا عملت حاجه بحسن نيه يعني كانت عبيطه شويه، وهو اني بعت له سكرين شوت من حساب ابورك بتاعي، جايب يعني الكونتراكت مكتوب بوزد، ولكن كان تحت كلمه بوزد دي كان موجود تقدر تقول الاورلي ريت بتاعي، او انا باخد كام في الساعه مع الكلاينت ده. المهم ما شاف السكرين شوت ما علقش عليها، ما قالش اي حاجه. عدى شهر، في التاني، في التالت، الموضوع جميل ماشي تمام، مفيش اي مشكله خالص. كنت انا في الوقت دوت مشيت من تركيا ورحت ماليزيا، وخلاص قلنا نستقر في ماليزيا كام شهر وكده، او نستقر في اسيا كام شهر وكده بشكل عام يعني. شويه في ماليزيا، شويه في تايلاند، شويه في فيتنام مثلا، بما ان طبعا اسيا رخيصه، وفي نفس الوقت ليه لا، طالما احنا شغالين اونلاين والموضوع ريموتلي وجميل، ما فيش مشكله خالص. ف